على معتبر تنظيم مهرجان الفن. خاصية هذه السنة هي أول مهرجان كتنظموا هذه المؤسسة، زمنته مع احتفال الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، ونفس الوقت زمناه مع هذا المهرجان في القلوب الطيب، لأن سلا مؤسسة سلا الفن والثقافة هي داعمة لهذا المهرجان ديال الفولكلور، وهي كذلك داعمة لأكثر من 40 مهرجان سنويا. وهذه مناسبة حنا باش نرحبوا بساكنة سلا، نرفعوا عليهم نشطوهم. كاين عدة فنانين كبار اللي هما مناسبة يعني الساكنة تلقى واحد الفضاء للتنشيط والترفيه. كاين منصة الشاطئ، كاين منصة القرية، ثم يكون هناك معارض، ثم هناك معرض تاريخ لأول مرة يعرض صور لمدينة سلا قبل 1900 تجسيد تاريخ المدينة العريق والعتيق. وبالنسبة للمهرجان شنو الخصوصية ديال هذا السنة؟ هو صراحة كان عندنا تصور أنه يكون عندنا خصوصية، يكون عنده علاقة بالقراصنة والبحر، لكن هذه السنة نوعناه باش نستجيبوا لجميع الأذواق، لا من فن شعبي ستاتي، لا من الراي شاب بلال، لا من الموسيقى العصرية، لا من جميع الأنواع، باش كل واحد يلقى الذوق ديالو، يلقى يعني الفن اللي كيرتاح له. فهو ما عندوش خصوصية، بل هو مهرجان متنوع على جميع. ونختموا ان شاء الله بمهرجان الفروسيه، ان كاين الناس اللي كيبغيو يتبوا.